كتير بنسمع ازاي نحب نفسنا وان ضروري جدا نحب نفسنا. طب ليه ضروري ان احنا نحب نفسنا؟ اول حاجة لان لو انا حبيت نفسي صح فاعرف ان انا كل العلاقات بتاعتي هقدم فيها حب بطريقة صح، سواء لشريك حياتي، لاهلي، لاولادي، لاصحابي، هقدم لهم حب صحي. طيب اعرف ازاي ان انا بحب نفسي او لا؟ في 5 حاجات لو موجودين فيكي او فيك اعرفوا ان انتوا مش بتحبوا نفسكم بطريقة صح. ليه؟ لان ال5 حاجات دول هم شكلهم حلو لكن حقيقتهم دي حاجات بتدل ان انا ما بحبش نفسي. اول حاجه انا ما بعرفش اقول لا. اما باجي اقول لا، ولو حتى قلتها بعد كده ضميري يأنبني واقول انا كده هبقى مش كويسه، انا كده الناس هتزعل مني وهكذا. الحاجه التانية ان انا عندي ارضاء الاخرين واعلاء قيمه الاخرين مقدم على ارضاء نفسي واعلاء قيمتي انا عن الاخرين، يعني بحاول ارضي الناس عن ان انا ارضي نفسي. النقطة الثالثة ان انا اسعى للمثالية دائما، ودي خدعة كبيرة جدا جدا جدا. سعي للمثالية بيسبب لي شوية حاجات عمقها ان انا ما بحبش نفسي، منها ان انا ما بقبلش غلط ابدا، وده ضد طبيعتنا كبشر ان احنا ما نغلطش ابدا. الحاجة التانية ما بعرفش اتعامل معايا وانا غلطان، بحس دايما على طول بالنقص، بحس دايما على طول ان انا في حاجة ورايا، في حاجة ما عملتهاش، في حاجة ناقصة. ما بعرفش اقبل وجود الخطأ، وده شيء بيخلينا نتعلم. انا ما بعرفش اقبل وجود الخطأ ده. فالسعي للمثالية او الناس اللي بتحط نفسها تحت المثالية هي في حقيقة الامر هي مش قابلة نفسها اصلا. طيب النقطة الرابعة هي فكرة ان انا لا اقبل المدح، ما بعرفش استقبل مدح. لما اجي اعمل حاجة لحد فيجي يقول لي شكرا تعبتك معايا عملتي مجهود، بقعد اقول لا دي حاجة بسيطة، ده انا ما عملتش حاجة، واقعد اقلل من اي حاجة انا بعملها. فانا شخص ما بعرفش اقبل المدح. النقطة الخامسة أنا شخص كثير الاعتذار، بعتذر كتير جدا، وبعتذر كتير يمكن عن حاجات أنا كمان ما عملتهاش. عمقها أنا مش عارف أحب نفسي ورافض أصلا وجودي. ال5 حاجات دول شكلهم حلو لكن مضمونهم أو اللي جواهم أنا ما بحبش نفسي. فلو موجودين نعرف كده دي علامات أنا كده ما بحبش نفسي. ابدا اعمل ايه؟ ابدا اغير ال5 حاجات دول. طيب ايه كمان اعمله يساعدني ان انا احب نفسي؟ اول حاجه اقبل نفسي كما انا، زي ما انا كده اقبل نفسي باخطائي، بعيوبي، بالحاجات الحلوه اللي عملتها، بالحاجات الوحشه اللي انا عملتها، بالفشل، بالنجاح. انا قابل نفسي ايا ما كان الوضع اللي انا فيه. دي اول حاجه. الحاجة التانية أنا قابل وعارف أتعامل مع نفسي رغم إن أنا غلطان، بس متقبل الخطأ ده، لأن دي تجربة الحياة. فأنا غلطت هتعلم من الغلط ده، فأنا عارف أتعامل مع نفسي. النقطة الثالثة أشوف حديثي الداخلي، صوتي الداخلي بيقول إيه. جلد ذات، نقد على طول، أحاول أغير ده وأعرف كده أغير الطريقة دي عشان كده أكون بحب نفسي أكتر. طيب الحاجة الرابعة هي فكرة ان انا متقبل ان انا في بعض الاحيان هبقى مقصر في تقصير في حياتي. انا متقبل ده من حب النفس، ده من حبي لنفسي. الحدود بتاعتي اخبارها ايه؟ انا اول حد بحترم حدودي ولا لا؟ ولا ببص ان دايما الناس بتيجي عليا؟ فاعرف ان لما اقول الناس بتيجي عليا ان انا نفسي باجي على حدودي، ان انا نفسي ما بلتزمش بالحدود دي. فبحط حدود، واول حاجه بلتزم بيها انا حدودي اتجاه نفسي عشان اقدر اخلي الاخرين كمان يلتزموا بحدودي معاهم. طيب النقطة اللي بعد كده، النقطة السادسة هي فكرة ان انا ازاي اكون قادر اكون اكتر صديق لنفسي، الصديقة الاولى لنفسي. كل المواصفات اللي بحبها في صاحبتي، بعرف اتكلم معاها، بعرف اقعد معاها، بعرف اخرج معاها، بعرف اتبسط معاها، انا قادر اوفر ده لنفسي. ده من الحاجات اللي بتخلي حبي لنفسي حب عالي. الخطوات دي لو عملناها هنكون بنحب نفسنا حب صحي، وبالتالي لما نحب نفسنا الحب الصحي ده هنعرف ندي حب صحي للآخرين. أنا لايف كوتش شيماء حزة، أشوفكم على خير.